السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم راوي فاطمه، مدينه اكادير، ميفا بيجو. جيت نشارك معكم الشهاده ديالي صادقه وخالصه وصحيحه. لي برودوي اللي كنستعمل ديال ميفا بيجو. اول حاجه خديت هو هذا السيروم، صراحه سيروم واعر، راه تسالى ليا والقرعه درت فيها الزيت. هذا السيروم كنديرو لوجهي رغم ان عندي البشره الحساسه، يعني فايت الحساسه تري تري سونسيبل. واصلا الطبيب كيقول لي ما ديري حتى شي حاجه لوجهك، صراحه تيقول لي ما ديري حتى شي حاجه الا باستشارتي. انا مني تقيت في مايبا بيجو صراحه قريت على هاد لي برودوي مزيان وشريتهم. شريت هاد السيروم هذا وخديت معاه هاد الكريم، كريم ديال الليل ديال لونتيغيد، ها هو كريم التين الشوكي، صراحه زوين بالوي فيرا، شي حاجه زوينه كنديرو. اول حاجه درت هو هذا الكريم، هاد السيروم وهاد الكريم درتو النهار الاول ما دار ليا والو، كندير نهار هذا نهار هذا الحمد لله ما دار ليا حتى شي حاجه. عاود زعمت مشيت خديت كريم دو جور، ما كنتش زعما وزعمت وانا نجي ناخذ هذا، يعني كندير هذا بالليل، هذا اليوم، هذا غدا، هذا في الصباح. كنغسل وجهي مزيان وكندير هذا قبل ما تخرج هاد الصابونه ديال الحليب الاتان. كنت كنغسل وجهي نيطويهم. مني خرجت الصابونه ديال الحليب الاتان لقيت فيها راحتي، غسلت بها المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، ما دارت ليا حتى شي حاجه، ما نشفات ليا وجهي، رطبت ليا. هي الصابونه ديالتي ما نقدرش نستغنى عليها، هذه الصابونه ديال الحليب الاتان، رغم انني عندي البشره الحساسه. راه حتى الصابون راه كيدير حساسيه، صراحه الصابون كيدير حساسيه. كاين شي صابون كنغسل به كيدير لي حساسيه لوجهي. هاد الصابونه ديال الحليب اتان كنشجعكم البنات اللي عندهم البشره الحساسه بحالي تري تري سونسيبل يغسلوا بهاد الصابونه، راه واعره وزوينه، صراحه زوينه 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 بزاف. مع هاد السيروم، هاد الكريم ديال التين شوكي ديال الليل، هذا ديال النهار، هادي الصابونه اللي كنغسل بها. عاود خديت هاد السيروم حتى هو درتو لوجهي، كنديرو جربته درتو لوجهي، صراحه ما دار ليا حتى حموريه، ما دار ليا لا حبوب، ما دار ليا لا حساسيه لا والو. سيروم ديال المورينغا ديال الاونتي اش ديال لونتيغيد، حتى هو درتو استعملته، كنديرو مره تحت عينيا، غير تحت عينيا، الصراحه زوين زوين زوين. رغم انني اللي بغيت نوصل لكم انني عندي البشره فايته حساسه ليه الصراحه، ولا ديجا كنهضر مع البنات في الجروب كنقول لهم انا عندي بشره حساسه، ولكن انا مني استعملت هاد لي برودوي ديال مايوا بيجو. بالنسبه لهاد جوج البنات اللي هو كريم اونتي اج والسيروم اونتي اج، يعني كريم ضد التجاعيد والسيروم ضد التجاعيد، هادو البنات هما اللي كنستعمل. انا كنستعمل نهار هذا، راه اخواليا كنستعمل نهار هذا وكنستعمل نهار هذا. هو حتى السيروم راه خوا، يعني لقيت عليه واحد الاستحسان اللي زوين بالنسبه للتجاعيد اللي كتكون خفيفه، يعني ماشي اللي عامره. وبالنسبه للناس اللي باقيين ما عندهمش التجاعيد، من الاحسن يستعملوا قبل ما يكون عندهم التجاعيد، يعني كيقلل من دوك التجاعيد قبل ما يكونوا كثار. هادو البنات راه ما كنستغناش عليهم، هما الصابونه تاع حليب الناقه. ما خصني نمشي نجيب هذا باش نصورها لكم. هادو البنات راه تاع التجاعيد، اللي بغات تستعمل هذا بوحدو تستعمل، اللي بغات تستعملهم بجوجهم تستعملهم. المهم راه انا هادو ما كنستغناش عليهم حيت لقيت عليهم واحد النتيجه اللي زوينه، كيف كنقول لكم، وخاصه البشره الجافه كتبغي ديما العنايه. وجيت نعطيكم شهاده على هاد زيتين شوكه البنات، شي حاجه رائعه للتجاعيد وكيعطي واحد النضاره في الوجه، شي حاجه مزيونه البنات. وبالنسبه للنساء هذا خص ضروري يكون عندك في الدار. المراه خصها تهتم براسها، يعني ماشي تجلس حتى يكون عندها تجاعيد عاد تقول ارى نستعمله، لا، الانسان يهتم براسو قبل. السلام عليكم مجموعه مايفا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف كتشوفوا جيت نعطيكم الشهاده ديالي على هذا البرودوي هذا الخطير اللي شي حاجه زوينه. انتم ديجا انا كنستعملو هذا القديم، ما بقاش ليا منه بزاف وجبت جديد. هذا الباك خطير ديال الاسنان، هذا الدونتيفريس، هذا كيدار الاسنان، كتغسلي به سنينات ديالك، يعني تينقي لك الاسنان من العمق، شي حاجه اللي رائعه بزاف. كاين هذا المبيض هذا تيرقي السنان، وكاين هذا خطير حتى هو زوين بزاف، يعني بالنسبه اللي عندها المشاكل ديال اللثه، يعني المشاكل ديال ان اللثه ديالها كتسيل ليها بالدم اولا، ما عليها غير بهذا الباك هذا، راه خطير وخطير جدا. انتم انا راه ديجا كنستعملو، شي حاجه زوينه.